النهارده الجمعة 8 يوم من أيام رمضان. قررت أسرة البرنامج أن ننزل بالكاميرا إلى موائد الرحمن، واخترنا أحد الأماكن الموجودة في منطقة الجيزة، وهي بالتحديد في 6 أكتوبر. وزي ما شفنا في بداية التقرير الاستعدادات اللي بتحصل قبل توافد الناس على هذه المائدة، لازم نعرف كمان نوعية الناس الموجودة هم منين. أنا حسنين من السويف، من كفر الشيخ، من الجيزة، من الملاوي. طب بيعملوا إيه في القاهرة الكبرى؟ صنايعي وشغال في شركة أمن دلوقتي كده، شغال فواعلي، بشيل الرملة، أشيل أي حاجة. اشتغل عامل في السوق، معمار برضه. أنا سواق، عامل في المعمار، شغال في المحطة بتاع البنزين دي. طب خلونا في البداية نتعرف على كيفية الاستعدادات اللي بتتم لتحضير هذه المائدة من الناس اللي قايمين على إعدادها. احنا الطباخ بيبدأ من الساعة 7 الصبح، يعني على الساعة 3 4 بيكون بخلص. وبنبدأ نجيب حاجاتنا هنا، نشتغل من الساعة 6. يعني هو بالظبط من قبل المغرب بحوالي ساعة بالظبط بنبدأ نجهز. كنا هنجهز العصير، نجهز الماء الساقعة، نجهز التلج، الكلام ده كله يعني بيستغرق معانا ساعة بالظبط. يعني الحمد لله لازم ننظف ونعمل لله، يعني أولا وأخيرا لله، يعني كله بثوابه. بنشيل بعد ما نخلص، بنشيل الترابيزات واغسل المواعين واغسل الحاجات بكل نظافة وزي ما بغسلها لنفسي يعني. عدد كبير من الجالسين على مائدة الرحمن رفضوا يتصوروا ووضعوا ايديهم على وجوههم، وكمان رفضوا الحديث معنا. واللي وافق على الكلام طلب ان احنا ما نسالوش عن سبب تواجده هنا، انما فجروا لنا مأساة حياتهم اللي هم عايشينها في القاهرة. فات السن وما كانش فيه تأمين، مفيش وظيفة في البيت بتاعه. وشغال في شركة أمن دلوقتي كده، بس مفيش تأمين ولا حاجة. أمنوش علينا، مفيش تأمين. وعندنا 3 4 5 عيال بنجروا عليهم، هنعملوا يعني مفيش غير كده. لا والله ما عنديش معاش. ليه؟ هو ما فيش أي معاش، ما باخدش أي جنيه من الدولة. بس بشتغل بإيدي وما باخدش أي جنيه من أي حد. ما عنديش تأمينات، عندي أي حاجة، شغال كده على الله في أرزاقي في السوق، عندنا جامع الحصري. المفاجأة اللي احنا وجدناها على مائدة الرحمن وجود عمالة من الأطفال الصغار، رغم انهم بيدرسوا زي ما قالوا لنا، إلا انهم شغالين زيهم زي الكبار، ولهم أحلامهم ومشاكلهم وبيشتغلوا علشان لقمة العيش. انت منين؟ بني سويف. جاي بتعمل ايه هنا من بني سويف؟ شغال هنا. شغال مع ابويا هنا. مع ابوك؟ ما بتروحش مدرسة؟ ما بروح. سنة كام؟ داخل تاني إعدادي. تاني إعدادي. طب بتشتغل ايه مع ابوك بقى؟ غفير. غفير. وليك اخوات؟ كم اخ؟ 6. 6. طيب يعني انت يعني والدتك عايشه معاكم ولا انت عايش لوحدها هنا؟ انا عايش انا وابويا هنا لوحدنا. كنت تتمنى في رمضان ان انت تقضيه مع والدتك؟ بس يعني بقى في ظروف خلتنا كده. تتمنى ايه لما تكبر؟ عاوز تطلع ايه؟ ظابط. انت في سنه كام دلوقتي؟ انا سنة 6. سنه 6. بتشتغل في الصيف ولا بتشتغل الصيف والشتاء؟ لا انا طلعت من المدرسة. ليه طلعت من المدرسة؟ عشان كنت تدرس فيها. طيب انت بتشتغل ايه بالظبط؟ طحاوي فرعوني، هو المحل بتاعنا. وانت من بني سويف ولا من الجيزة ولا منين؟ من الجيزة. من الجيزة. قاعد مع اهلك هنا ولا قاعد لوحدك؟ كلهم يبقى اخوالي. اخوالك؟ ده اخويا. وقول لي بقى يعني كنت تتمنى ان انت تكمل دراستك ولا؟ ما بحبش الدراسة. ما بحبش الدراسة. طيب بتتمنى لما تكبر تبقى ايه؟ على صنايع الطعام. وكمان في ناس بتحكم عليها الظروف العملية انها تفطر في الشارع زي هذا المواطن. طرف النهار ما بقاش فيه شغل، فبطلع قبل المغرب مثلا عشان الاقي زبون 2 مثلا اوديهم، فالظروف بتحكمني ان انا ببقى بعيد عن البيت خالص، فبحود على اي مائدة. بس ما شاء الله ربنا يخلف عليا بالحلال صاحب المائدة دي يعني. واخيرا قبل ما نمشي من المائدة وقفنا احد المتواجدين الصائمين اللي هو متواجد على المائدة وقال لنا اللي جابنا على المائدة ظروف المعيشة المادية. طبعا انا عندي اولاد وربما اترك اولادي وزوجتي ياكلهم عشان اوفر لهم طاقة اروح انا اكلها بره. وصلت الامور لكده؟ وصلت لكده. دي كانت إطلالة على إحدى الموائد الرمضانية، بس لازم نقول كلمة أخيرة. على كل مائدة رحمن رمضانية هناك مأساة تبحث عن حل، والكل مع الأذان يرفع إيده إلى السماء يطالب الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم.
إنه شهر رمضان، شهر الخير والعطاء، شهر يعمل فيه الجميع على عمل الخير الذي قد يكون غائب عن البعض منا في الكثير من الشهور، إنما في هذا الشهر يتسابق الجميع على عمل هذا الخير. طارق عبد الجابر، قناة أون تي في، من موائد الرحمن بمدينة 6 أكتوبر، الجيزة.